يعني ايه يا بابا حضروا هدومكم انتوا اتجوزتوا؟ يعني زي ما سمعتي يا اختي، انتوا التلاتة كل واحدة فيكم تحضر شنطة هدومها وتطلع علشان تروح مع جوزها. انا مش موافقة على الجوازة دي، انا لسه عندي 19 سنة. مش بمزاجك يا روح امك، انت خلاص اتجوزتي وهتمشي مع جوزك. لا، مش همشي مع حد. تالية يا حبيبتي، انت مش كنتي عايزة تمشي من البيت ده وما تتضربيش تاني؟ ايوه بس مش بالطريقة دي، مش اني اتجوز واحد انا لا شفته ولا شافني، خبط لزق كده. اي حد هيكون اهون من العيشة اللي احنا فيها دي. يلا نحضر هدومنا ونمشي من هنا. طول عمرك عاقلة يا مرام يا حبيبة ابوكي. انت من دلوقتي ولا ابونا ولا نعرفك ولا عايزين نشوف وشك تاني، انت فاهم؟ يكون احسن، جاتكم الهم عيال فقرية غوروا في داهية. وخرج وساب الأوضة وقفلت مرام الباب وراه، اللي حاولت إنها تداري دموعها علشان خاطر إخواتها. يلا بقى نحضر هدومنا. انا خايفة. وانا كمان. اكيد اتجوزنا ناس كبيرة علشان الفلوس، صح؟ لا، انا الموت اهون عندي من اللي هتجوزه. انا مش عايزة امشي. يا ماما تعالي خديني عندك، انت ليه سبتيني؟ اهدي يا روحي، اهدي علشان خاطري وما تخافيش، احنا معاكي. ما يمكن ما يكونش كبير، ولو طلع راجل كبير او شكله وحش او تصرفاته وحشة هعمل ايه وقتها؟ انا خايفة. وفجأة خبط عليهم باباهم الباب بقوة. يلا يا بت منك ليها، العرسان مستعجلين وعندهم شغل. طيب خلاص خارجين اهو. اسمعي يا تالية، انا معاكي وربنا معانا. مش انتي واثقة في ربنا؟ ايوه طبعا. يبقى ما تخافيش طالما وثقتي فيه. حاضر. وفعلا التلات بنات لموا كل هدومهم وهم بيبكوا على حالهم. كانوا خايفين من اللي جاي ومن الجوازة اللي اتفرضت عليهم بالإجبار، وكأنهم مش بشر، مش من حقهم يختاروا حتى شريك حياتهم. وكل ده بسبب الأب الظالم اللي عمره ما كان ليهم أب حقيقي حنين عليهم زي كل الأبهات، ويعوضهم عن حنان أمهم اللي ماتت من فترة كبيرة في حادثة عربية. وخرجت مرام وجوري وهم خايفين ومرعوبين، لقوا باباهم قاعد مع واحد بره ومستنيهم، وأول ما شافهم: اهم يا باشا جم، تعالي يا بت منك ليها، سلمي على حماكي. ازاي حضرتك؟ انتي مرام مش كده؟ ايوه. فين مقصوفة الرقبة اختك؟ جاية دلوقتي. وانتي جوري؟ للأسف ايوه. اتكلمي كويس يا بت، انتي ما تتدخلش، انت من دلوقتي مالكش حكم عليهم. يلا يا بنات، ولادي مستنيين تحت. طب استنى، في لسه واحدة جوه، ادخلي يا بت، هاتي اختك. ودخلت جوري، وأول ما دخلت سمع الجميع صوت صريخها. وتحت البيت كان واقف 3 شباب وهم متضايقين ومش طايقين روحهم. هم اتأخروا ليه كده الأميرات؟ بيتقالوا علينا ولا إيه؟ وهم كانوا يحلموا يتجوزوا ولاد السلطان أصلا. أنا مش فاهم لحد دلوقتي ليه أبوك طلب مننا نتجوزهم. والله لا طلعوا على عين اللي جابها بنت الشحات. حازم قسما بالله لو مديت ايدك عليها هكسرها لك. انا ما قلتش هضربها، بس انا اصلا موافق على الجوازة دي علشان ابوك هددنا هيكتب الورث كله باسم مراته لو ما وافقناش. ايه ده؟ مين اللي بابا شايلها دي؟ افتح عربيتك بسرعة يا سالم. مين دي؟ في ايه يا بابا؟ انت لسه هتقول لي مين دي؟ البت بتموت، اخلص. اسمعوا، انا وسالم هنروح المستشفى، هاتوا البنات وحصلونا على هناك. وركب سالم العربية وطارق جنبه قدام وتالية ورا. ممكن افهم بقى ايه اللي حصل ومين المنتحرة دي؟ مراتك. نعم، الطفلة دي مراتي؟ دي مش طفلة، دي عندها 19 سنة. لا انا اللي طفل. سوق وانت ساكت يلا. حاضر هسوق يا بابا، دي شكلها هتبقى ايام ما يعلم بيها الا ربنا. أما في الناحية التانية كانت مرام واقفة هي وجوري وعمالين يعيطوا وخايفين على اختهم قوي. انتي بقى مرام؟ ايوه انا. انت مين؟ جوزك اللي ما كنتيش تحلمي تكلميه اصلا. مجبرة للأسف. لو النبي. طب يلا يا اختي قدامي على العربية. مرام راحت تفتح باب العربية اللي ورا علشان تركب.
انت بتعملي ايه؟ انا مش السواق اللي ابوك الشحات جابهولك، اركبي قدام. طيب ممكن توسع علشان أركب؟ حاضر يا سينيوريتا. وفي الناحية التانية كانت واقفة جوري وهي بتبص على أختها اللي كانت بتتهان من مروان، وهي مش طايقة نفسها، بس ما كانتش قادرة تتكلم، ما هي زيها زي أختها ومجبورة زيها على اللي هم فيه. يلا ولا انت كمان؟ يلا إيه؟ أنت مين؟ على اساس ما تعرفيش يعني، تلاقيكي مطبخاها انت واخواتك وابوكي سوا اصلا. مطبخة ايه وزفت ايه؟ ابعد عني يا بني ادم انت. بقولك ايه، ما تقرفنيش، انا على اخري ومش طايق الجوازة المهببة دي اصلا. ده على اساس ان انا اللي طايقة الجوازة المطينة على دماغك دي. طيب انا هوريك الجوازة المهببة دي يا بنت الشحات. وركب حازم العربية وزق جوري جوه العربية وساق بأعلى سرعته. بالراحة شوية. من عينيا، بس كده عز الطلب. وقف والنبي، وقف، ما تجريش كده بالله عليك، أنا بخاف. حازم وقتها صعبت عليه جوري وهدى السرعة. خلاص اسكتي، ما تعيطيش. وأول ما هدى السرعة بطلت جوري عياط، كانت هتموت من الخوف لأنها بتخاف أصلا من السواقة والعربيات وأي وسيلة مواصلات من ساعة ما مامتها توفت بسبب الحادثة زي ما قال لها باباها. ووصلوا المستشفى، ونزل مروان من العربية أول ما وصلوا المستشفى وهو كله غرور من غير ما يبص ناحية مرام المسكينة اللي غمضت عينيها في الطريق وغرقت في النوم غصب عنها من كتر التعب. ورجع مروان يبص عليها ويشوفها ما نزلتش ليه من العربية. انت يا بتاع انت. وقامت مرام بفزع. في إيه؟ في اننا وصلنا يا اختي. طيب هي فين تاليا؟ تاليا كويسة؟ معرفش لسه، انزلي يلا، هو انا بشم على ظهر ايدي؟ يلا تنيلي قدامي. وفي الوقت ده كان حازم وصل هو وجوري اللي كانت متنحة خالص وتعبانة. مالك متنحة كده ليه؟ لا أبدا، دخت بس شوية علشان ما أخدتش الدواء بتاعي. دواء ايه ده؟ السكر. طيب يلا احنا وصلنا. وجريت عليهم مرام أول ما شافت جوري نزلت من العربية، كان شكلها تعبان قوي. جوري انتي كويسة؟ مالك عاملة كده ليه؟ أنا خايفة. خايفة من ايه؟ ده انت متجوزة واحد ما كنتيش تحلمي تتجوزيه ولا تسلمي عليه من الاساس، ايه اللي مخوفك؟ قول لهم يا ابني دول حظهم من السما. ها خلصت عياط ولا لسه؟ يلا نتنيل بقى وندخل نشوف المصيبة اللي جوه. ودخلوا هما الأربعة المستشفى، ومروان دخل سأل على رقم غرفتها وعرفوا إنها في الدور التاني، وطلعوا لفوق وفتح مروان باب الغرفة على آخره واتصدم الجميع من اللي حصل. وصل سالم المستشفى ونزل من العربية ووقف يستنى باباه ينزل علشان يشيل تاليا، وهو بيدعي في سره إنها تكون ماتت علشان يخلص من الجوازة اللي بالإكراه دي. انت يا بني ادم مش هتشيل مراتك وتدخلها؟ واقف مستني ايه؟ بابا بقى بقول لك ايه، انا لا طايقها ولا قابل انها تبقى مراتي. عايز تشيلها انت وتدخلها شيلها، مش عايز براحتك، يكش دغور في داهية. ماشي، والله لربيك يا كلب انت واخواتك، عيل مش في قلبك رحمة. وفعلا شال طارق تاليا ودخل بيها المستشفى وساب سالم واقف مكانه وهو مش طايق نفسه. وفجأة رن تليفونه ورد عليه. الو. ايه، ما وحشتكش ولا ايه؟ بقولك ايه يا ناني، انا مش فاضيلك دلوقتي الله يخليكي. مين بس مزعلك يا حياتي؟ محدش، هبقى اكلمك انا، يلا سلام دلوقتي. وقفل سالم التليفون في وشها ووقف وهو على آخره. وبعد دقايق لقى باباه خرج من المستشفى بسرعة. بقولك ايه، اطلع لمراتك فوق، هم حطولها محاليل و5 دقايق كده وهتفوق، وانا مضطر امشي دلوقتي علشان في مشكلة في الشغل وهاخد عربيتك. طيب. ودخل سالم المستشفى وهو قرفان وبيشرب سجاير ومش همه. ممنوع التدخين هنا يا فندم. انت بتكلميني انا كده؟ ايوه حضرتك، التدخين هنا ممنوع لانه خطر على المرضى. الكلام ده يتقال لحد غير سالم سلطان، تعرفيه ولا تحب اعرفهولك؟ انا اسفه يا فندم، والله ما كنت اعرف.
فين أوضة البنت اللي كانت جاية منتحرة؟ الأوضة اللي وراك على طول يا فندم. طيب غوري يلا. ودخل الأوضة من غير ما يستأذن طبعا، ولقى تالية نايمة على السرير، ويا عيني اتفزعت أول ما شافته. في ايه؟ سالم أول ما شافها فضل متنح لها بإعجاب. صغيرة بس حلوة قوي. انت يا بني ادم، انت مين؟ وايه اللي دخلك هنا؟ أنا جوزك يا قطة. هو انت اللي ضيعت شبابي منك لله يا اخي؟ دفعت له كام يا حيوان؟ دفعت له كام علشان يوافق على الجوازة الزبالة دي؟ دفعت إيه يا شحاتة يا بنت الشحاتين؟ أنا سالم السلطان، حشرة زيك تقولي يا حيوان؟ انت ليلة أبوكي مش فايتة. ايوه، حيوان وزبالة كمان. وفي الوقت ده دخل الكل الأوضة، وسالم بيرفع ايديه وبيضربها لحد ما وقعت على الأرض. وفي الوقت اللي دخل فيه الكل وشافوا تالية واقعة في الأرض من اللي عملوا فيها سالم، جريوا عليها اخواتها بسرعة ونيموها في سريرها. سالم انت اتجننت ولا ايه؟ بنت الشحات بتشتمني أنا. انت بني ادم همجي انت واخواتك. ولاد الشحاتين دول اتجبروا على الجوازة المهببة دي يا استاذ منك ليه؟ وبعدين بسيطة، كل واحد فيكم يطلق مراته واحنا هنمشي من غير شوشرة واهانة. ها، واحنا هنضيع ثروة كاملة علشان شوية شحاتين زيكم؟ مفيش طلاق يا قطة منك ليها. زي ما انتوا مجبورين فاحنا كمان مجبورين ناخد الورث ونرمي كل واحدة فيكم زي الكلاب. عمر ما كانت الرجولة انك تمد ايدك على انسان ضعيف مش قادر يدافع عن نفسه. عمر ما كانت الرجولة انك تهين فيها بالشكل ده، بدافع ان ربنا مديك شوية فلوس وشركات ومديك نعمة ومديك سلطة تمشي تتنطط بيها على الغلبان اللي انت في يوم كنت زيه. بس الفرق في ان ربنا وصلك لثروة ونعمة كبيرة، لو كانت في ايد غيرك ما كانش يتردد لحظة انه يشكره ليل مع نهار. وعمر ما كان الغنى بالفلوس والثروة، الغنى غنى القلوب والروح الطيبة مش القاسية. لا برافو يا رورو، أثرت فيا قوي. لا وكمان غيرت فيا كتير، حياتي بقت أحسن بكتير. أنا حسيت فعلا بالتغيير. النفوس القاسية عمرها ما تتأثر بالكلام ده، وهتشوف انه تافه، بس هو بيحمل ألف معنى ومعنى يا أستاذ. هتفهمه لما كل اللي في ايدك ده يتمحي في غمضة عين. خلصت المحاضرة يا ست الشيخة؟ أتمنى نمشي كلنا بقى علشان مش فاضيين، عندنا شغل بالملايين. معلش يا روحي، حقك عليا أنا. ما تقلقيش، أنا كويسة يا مرام، ما انت عارفة أنا متعودة على الضرب. ما أنا كل ليلة كنت بنام وكف إيد بابا معلم على وشي. يلا بقى اخلصوا، مش وقت صعبانيات، ده انتوا عيلة اوفر قوي. ايه التلزيق ده؟ هنروح على فين؟ هنروح على القصر اللي عمركم ما كنتوا تحلموا تدخلوه. طيب ممكن اخد تالية معايا في العربية؟ اصلها تعبانة ومحدش هياخد باله منها. انا مش كيس جوافة، انا موجود. ما هو واضح حضرتك كنت بتضربها لما دخلنا، واضح انك هتهتم بيها قوي. هي اللي غلطت فيا وده كان جزائها. وخرج مروان وأخد مرام معاه وحازم ومعاه جوري. أما سالم بص لتالية وحس إنها تعبانة. مالك تعبانة؟ لا بتدلع. انا هسيبك في حالك دلوقتي علشان انت تعبانة، بس اهانتي مش هتعدي بالساهل على فكرة. انا اسفة. لمست دموع تالية قلب سالم. طيب يلا اخلصي علشان نمشي. قرب سالم منها وشالها لما حس إنها تعبانة ومش قادرة تمشي، وهي اتخضت قوي لما شالها. والنبي مش عايزة اموت. اخرسي. حاضر بس والنبي ما. قلت اسكتي، لما انت مش عايزة تموتي انتحرتي ليه؟ علشان خايفة. خايفة من ايه؟ منك، كنت فاكراك عجوز وشكلك وحش. عجوز؟ طيب وبعد ما شفتيني؟ خفت اكتر. ليه؟ شفتي عفريت؟ هو انت شايلني ليه؟ سيبني لو سمحت. لا انا حر. بقولك نزلني بقى. لو ما احترمتيش نفسك هطلع فوق السطوح وارميكي. لا لو النبي خلاص. يبقى تخرسي. حاضر. وفي عربية حازم كانت جوري قاعدة جنبه ساكتة وسرحانة. انت كويسة؟ ايوه الحمد لله. اسم الدواء بتاعك ايه؟ ليه بقى؟
اتكلمي عدل. لو سمحت، أنا تعبانة ومش قادرة أتكلم. اسم الدواء ايه بقولك؟ وجوري بقلة حيلة قالت له على اسم الدواء. ايوه انا عندي منه. ليه؟ أنت مريض سكر؟ بعد الشر عني، انا بس كان عندي منه قبل ما امي تموت. الله يرحمها. الا الست الوالدة امك نظامها ايه صحيح؟ ما سمعناش عنها حاجة ولا شفناها يعني. هتلاقيها بتشتغل رقاصة. ما هو مش بعيد على الزبالة ابوكي، اكيد امك زبالة زيه. اخرس قطع لسانك، أمي أشرف من الشرف. ربنا هيحاسبك قوي على اللي بتعمله. أنت بتشتم في واحدة ميتة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا أخي. انت بتحاسبيني عليا يا بنت الشحات؟ أنت إيه يا أخي؟ كل شوية بنت الشحات بنت الشحات. أنت ليه بتعمل كده؟ محدش فينا اختار يبقى ابن فقير أو غني. محدش اختار أهله، محدش اختار أبوه. ولو كان بإيدي الاختيار أكيد كنت هختار أب تاني. مش شرط أب غني، بس كنت محتاجة أب حنين، أب يحب بناته، مش بيفضل الفلوس عليهم ويبيع ويشتري فيهم زي السلعة. ووقتها حازم اتأثر بكلام جوري، بس فاق على طول. دموع التماثيل دي والكلام الحمضان ده ما يمشيش معايا. اقسم بالله لو لسانك اتخطى حدوده معايا تاني هتشوفي اسود ايام حياتك، سامعة؟ وفي عربية مروان، يا نهارك اسود، ايه القرف ده؟ مرام كانت عمالة ترجع في العربية. اعمل ايه انا دلوقتي في القرف ده؟ أسفة. وانا اعمل ايه باسفك يعني؟ اسفك هينضف لي العربية؟ أنا هنضفها ما تقلقش. يخرب بيت القرف يا شيخة. أعمل إيه يعني؟ غصب عني. ليه يا اختي؟ كنت حامل؟ أيوة، هو في الشهر التاني. نعم يا اختي. هو أنت متعرفش؟ معرفش ايه يا روح امك؟ معرفش انك حامل؟ حامل منين يا زبالة حقيرة يا خاينة؟ كفاية بقى، حرام عليك. حامل من مين يا زبالة؟ قولي بقى، وافقتي تتجوزيني علشان تداري على عملتك الزبالة اللي زيك؟ ما هو مين هيوافق يتجوز واحدة شمال زيك؟ حرام عليك، ما تتهمنيش بالباطل. أنا غصب عني كل ده، وأتمنى كمان لو أقتل الطفل اللي في بطني وأقتل نفسي. مين عمل كده؟ صاحب بابا. نعم، ازاي؟ كان بابا في يوم عامل سهرة في البيت، حشيش وخمرة وستات وكل المعاصي اللي في الدنيا. وأنا وإخواتي كنا كلنا في الأوضة بتاعتي وقافلين على نفسنا من الخوف. وفجأة بابا خبط على الباب، وأنا اللي فتحت له وقال لي اخرجي يا مرام عايزك. وخرجت، وكل صحابه عينهم كانت بصالي بطريقة قذرة، وبالأخص واحد فيهم نظراته كانت مرعبة. وبابا قال لي أحضر له الشاي، وعملت له الشاي، ودخلت أوضة جوري أجيب الدواء بتاعها لأنها كانت تعبانة. وسمعت صوت ورايا، لفيت لقيته بيبصلي بطريقة قذرة زيه، وقفل الباب بالمفتاح وقرب مني، وفضلت أصرخ. اعتدى عليا وعمل عملته، وطلع من الأوضة وكأنه ما عملش أي حاجة. وبابا لما عرف كتم على الموضوع بشوية ملاليم منه علشان ما فضحوش. أنا مش وحشة، أنا مش شمال زي ما قلت. ومرام كانت بتبكي زي الأطفال. سحرت مروان ببراءتها وخلت قلبه يدق من غير ما يحس. أنا مش زعلانة منك، ولو أنت متضايق طلقني، والله أنا مش هزعل. لا طبعا مش هطلقك، انا مش مستعد اخسر ثروتي. وفي عربية حازم، انت يا بنت المجنونة بتعملي ايه؟ الحقوني، أنا مخطوفة. اخرسي خالص بقولك. الحقوني يا ناس. ولسوء الحظ كانوا قريبين من كمين وقرب منهم ظابط. في ايه يا انسة؟ الحقني يا حضرة الضابط، الحيوان ده خطفني. اسمك ايه يلا؟ يلا؟ يلا. مالك فارد جناحاتك علينا ليه؟ وكمان بتخطف بنات الناس ليه؟ مفكر محدش يقدر يحميها؟ انت ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ لا الظاهر انك انت اللي ما تعرفش انا مين. اعرفك، انا سيادة الرائد حازم السلطان. تعرفه ولا تحب اعرفهولك بنفسي؟ انا اسف يا سيادة الرائد، ما كنتش اعرف يا باشا والله، اعذرني. لولا ان مش فاضي كنت وريتك شغلك. يلا غور في داهية، اوعى كده، خليني امشي.
وبص حازم لجوري اللي اندهشت من اللي سمعته، أنا خطفك؟ وجوري كانت هتموت من الخوف. ردي، أنا خطفك؟ لا. أمال إيه اللي أنت عملتيه ده؟ أنا لا طايقك ولا طايق أبص في وشك، وزي ما أنت مجبورة أنا كمان مجبور، علشان مش مستعد أخسر ثروتي بسبب واحدة زيك. ومالها بقى الواحدة اللي زيي؟ الواحدة اللي زيك مش ستايل يا ست هانم. بصي لنفسك في المراية عاملة ازاي. بصي يا بنت ممدوح، انا وافقت اتجوزك بس علشان اخد ثروتي، مش علشان سواد عيونك. ده اولا. ثانيا، ان كنت فاكرة اني ممكن احبك تبقي غلطانة، لاني زي ما قلتلك مش ستايلي اشكالك. وانا مش هقبل اكمل مع واحد شايفني رخيصة قوي كده. لا طبعا يا حلوة، مش بمزاجك، مضطرة تكملي غصب عنك. لا مش مضطرة ومش عايزاك، طلقني. ما انا قلت مش مضطر اخسر فلوسي بسببك. وانا كمان مش مضطرة اكمل مع واحد مش عايزني. انا هكرهك في نفسك وهخليك تطلقني. ها، كان غيرك اشطر يا حلوة. ووصل مروان ومرام لقصر السلطان. فتحت مرام عينيها على اخرها بدهشة من جمال القصر. ما يلا، ايه مالك متنحة كده ليه؟ اول مرة طبعا تشوفي قصور، مش كده؟ أيوة. طب يلا بقى، ولا هتفضلي قاعدة متنحة في العربية؟ لا، يلا بينا. ونزلت مرام، وأول ما نزلت جت جوري اللي وصلت هي كمان جري عليها أول ما شافتها. مرام، أنا عايزة أمشي من هنا، مشيني من هنا يا مرام. بقول لكم ايه، احنا مش فاضيين للدلع ده، يلا ادخلوا بقى، دي كانت جوازة مهببة على دماغنا. وفي عربية سالم كانت تالية بتبص على الطريق بلهفة وشغف، وكأنها لأول مرة بتشوف طريق. مالك متنحة كده ليه؟ أول مرة تشوفي طريق؟ آه. نعم. ما كانش بيخليني أنزل مكان لوحدي، بس كان بيخليني أرقص قدامهم. نعم، بترقصي قدام مين؟ في إيه؟ ردي، كان بيخليكي ترقصي قدام مين؟ صحابه. بس والله أنا ما كنتش عايزة، والله كان بيضربني علشان أرقص، والنبي ما تضربنيش أنت كمان. خلاص خلاص اهدي، مش هضربك خلاص. بجد. بجد. شكرا. وبعد دقايق وصلوا القصر. الله، أنا هعيش هنا. أيوة. الله، دي جنينة قصر دي ولا جنة؟ تعرف، أنا بحب قوي وردة عباد الشمس اللي هناك دي، بحسها كده من الحاجات النادرة والجميلة. زيك. هتقدري تمشي؟ هحاول. سالم جري على تالية لما حس إنها تعبانة وشالها. انت بتشيلني ليه؟ نزلني. اسكتي. بقى. اسكتي. طيب. ودخل سالم القصر هو وتالية، ولقت هناك اخواتها وطارق وحد تاني. ماما. ماما، مش ممكن. نعم، ماما مين؟ دي عمته. ووقف الكل في حيرة وصدمة في الوقت ده. أحب أعرفكم يا ولاد السلطان، البنات اللي انتوا اتجوزتوهم دول يبقوا بنات عمتكم. مين دول اللي بنات عمتنا؟ مرام وجودي وتالية بنات عمتكم. يعني ايه بنات عمتنا؟ انت عايز تجننا؟ ازاي وامتى؟ وهي عمته مش ولادها ماتوا زي ما قلتلنا؟ ده اللي انا كنت بقوله علشان اقدر اوصل لهم وارجعهم لعمتكم. ليه يا ماما؟ ليه كل السنين دي مفهمانا انك ميتة وسايبانا عند بابا يبيع ويشتري فينا؟ والأم كانت عمالة تبكي بحرقة وما قدرتش تنطق بحرف واحد. امك كانت فاقدة الذاكرة يا مرام، ولسه راجعة لها من اسبوع. انا مش قادر اصدق، حقيقي مش مصدق ازاي بين يوم وليلة يطلع عندنا عمة ونقول ماشي ونعديها، انما يبقى عندنا بنات عمة؟ لا بقى، انت كده بتحور علينا، ومش بعيد تكون كمان انت مش ابونا. اخرس يا قليل الادب، انا معرفتش ربيك ولا انت ولا اخواتك. القصر ده خلاص بقى بتاعهم، ومن حقهم يعملوا فيه اللي هم عايزينه، ومحدش فيكو يعترض، واللي هيعترض انا اللي هقفله. اشبعوا بالقصر، انا مش قاعد لك فيه اصلا. وخرج سالم وهو ساير ورزع الباب وراه.
بس القصر ده بتاعنا احنا اللي تعبنا وشقينا فيه علشان نعمله. ما تنساش انهم بنات عمتك، يعني الثروة اللي جدك سابها هم ليهم فيها، يعني هم مش ولاد شحاتين، هم من عيلة السلطان دلوقتي يا بشوات. عايز تفهمنا ان دول ليهم نصيب في الثروة؟ ايوه طبعا ده حقهم. اقدر افهم حضرتك ليه خلتنا نتجوزهم؟ علشان اقدر اخدهم من ممدوح. اللي عايز يطلق مراته يتفضل، ولاد اختي مش بيفرضوا نفسهم على حد، والف حد يتمناهم. اصلك ما تعرفش اللي فيها. قصدك ايه يالا؟ وعلى ايه اللي بيستر انسان ربنا بيستره؟ انت بقى طالق. اتفضلوا يلا غوروا من وشي. انت بتطردنا علشان دول؟ في شغل في الشركة متوقف، اتفضلوا على شغلكم. طيب. وخرج مروان وحازم وقعد طارق مع أخته وبناتها. انا عارف ان انتوا مصدومين من كل اللي حصل، وبتسألوا ازاي. وحكى لهم طارق وافتكر كل اللي حصل مع أخته من 30 سنة. لا يا بابا، انا هتجوزه، يعني هتجوزه يا ممدوح، يا بلاش جواز خالص. بتعصي كلام ابوك يا جميلة. انا مش بعصي كلامك، انا بحبه وهتجوزه. انت محدش قادر عليك يا بت انت ولا ايه؟ ده انا ادفنك حية هنا. مفيش جواز من ممدوح بتاع النسوان الصايع ده، وده اخر كلام يا جميلة. وانا مش هتجوز غيره، يا اما هقتل نفسي. اقتلي نفسك برضو مش هتتجوزيه يا جميلة. وجريت جميلة على المطبخ وجابت السكينة وجت. يا توافق يا هقتل نفسي بجد. نزلي السكينة دي وما تضيعيش نفسك يا بنتي، ده مش شخص كويس، حرام عليكي نفسك. ليه تتجوزي واحد فاسد؟ ده انت دكتورة في الجامعة، حرام عليكي. علشان مش هينفع غيره، ما ينفعش. ليه؟ ماسك عليكي زلة؟ وافق يا بابا علشان خاطري، وافق. لا لا، انت ما تعرفيش يا بنتي هو عمل ايه. ممدوح ضيع بنات كتير قوي، ده واحد صايع وفاسد. ما انا من ضمن البنات اللي ضيعهم يا بابا. انت بتقولي ايه يا بنت انت؟ انا اسفة يا بابا، غصب عني، هو ضحك عليا. ده انت نهايتك هتكون على ايدي النهاردة. سيبها يا طارق، الحقني يا ابني. بابا في ايه مالك؟ وديني المستشفى بسرعة. ساعتها اخدت بابا المستشفى وركبوا له تنفس صناعي فترة، ولما خلص وبقى كويس ورجعنا البيت ما لقيناش جميلة، لقيناها هربت مع ممدوح. ومن ساعتها ما شفناش وشها، دورت عليها كتير بس هوصل لها ازاي؟ وابوكوا حتى اسمها غيره. يا ريتك سمعتي كلامهم يا ماما، يا ريتك. كان غصب عني يا بنتي، غصب عني. ابوكي ضحك عليا وضيعني. ليه كذبتي علينا وعملتي ميتها؟ علشان اهرب من ابوكي، علشان تعبت من الذل والاهانة، تعبت منه ومن عيشته. وهان عليكي تسيبينا وتمشي؟ ليه ما أخدتيناش معاكي يا ماما؟ انا اسفة، اسفة والله. ساعتها فكرت 1000 مرة قبل ما اعمل كده. فكرت لو هربت بيكو انتوا التلاتة هيقدر يوصل لنا بأي طريقة. كنت تعبت وبموت، ومحدش كان حاسس بيا. ممدوح مع أول أسبوع جواز ابتدى يبان على حقيقته. كان بيضربني لما يعدمني العافية، وفي الآخر يجي يعيط ويقول لي آسف وبحبك، وأنا من غبائي كنت بسامحه. فضل الحال ده لحد ما جبت تالية، وبعدها قررت أهرب، وبعدين أدور على أي وسيلة أعرف أخدكوا بيها معايا. سامحوني يا بنات. وفقدت الذاكرة إزاي؟ وأنا بهرب عملت حادثة، ولحسن الحظ شافني وقتها واحد قريبنا من بعيد، شافني وتعرف عليا وقال لي خالك على مكاني. ومن ساعتها وأنا كنت فاقدة الذاكرة لحد من كام يوم، وأول ما الذاكرة رجعت لي قلت لخالك على مكانكو، واضطرينا نعمل كده علشان أعرف أجيبكو هنا وأشوفكو تاني يا بنات، وارحمكم من ظلم أبوكم المفتري. وحشتيني قوي قوي يا ماما. وانتي كمان يا حبيبتي، وحشتيني يا قلب ماما. سامحوني يا حبايبي، سامحوني. بس بناتك حلوين زيك يا جميلة، الحمد لله محدش فيهم طلع لممدوح. الحمد لله انهم بقوا في حضني تاني يا طارق. بس عارف بقى يا خالو،
محدش في عيالك شبهك. معلش يعني، دول عليهم كمية غرور وقلة ذوق مش طبيعية. تالية عيب. سيبيها يا جميلة، هي ما قالتش حاجة غلط. أنا ولادي فعلا ما تربوش. أيوة، بالذات اللي كنت متجوزاه، الحمد لله إنه طلقني. إن جيتوا للحق يا بنات، عيالي فعلا ما تربوش. أصل أمهم ماتت وهم صغيرين، وأنا ما كنتش فاضي أربيهم. أنا كمان عايزة أتطلق يا خالي. حاضر يا حبيبتي، هخليه يطلقك. وانت يا مرام، لو عايزة تتطلقي قوليلي، عندي ليكي عريس أحلى من الواد مروان ده، وهيحطك في عينيه. لا يا خالو، أنا موافقة أكمل معاه. معقولة يا مرام؟ موافقة بعد الإهانة اللي أهنها لك دي؟ ما انت عارفة اللي فيها يا جوري. في إيه يا مرام؟ ومرام حكت لهم على كل اللي حصل معاها على ايد باباها هو وصاحبه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ممدوح، منك لله. وحياة أمي لدخلك السجن يا ممدوح. طارق، ممكن أطلب طلب؟ طبعا يا حبيبتي، اتفضلي. ممكن نعمل فرح لمروان ومرام، ونعلن يعني إنهم اتجوزوا، وبعدين لو حابب يطلقها براحته، بس علشان بنتي ما تتفضحش. أبوس إيدك يا طارق. حاضر يا جميلة. بقولك إيه، أنا مضطر أمشي دلوقتي، أصلي هروح أجيب مروة من النادي. مروة مين دي يا خالو؟ مراتي. ومال حضرتك مش طايقها كده ليه؟ عادي، بعد إذنكم. وخرج طارق وساب جميلة وبناتها مع بعض وهم في قمة سعادتهم. يلا بينا بقى يا بنات علشان أفرجكوا على القصر وأوريكوا أوضكوا. وفي شركة السلطان، وتحديدا في مكتب مروان. بقى الشحاتين دول طلعوا ليهم في الورث. والله ما هسيبهم يتهنوا بيه. احنا اللي تعبنا علشان نحافظ على الثروة دي، ما يجوش هم وياخدوا كل حاجة على الجاهز كده. هو سالم راح فين؟ اكيد في المكان بتاعنا. طب يلا بينا. يلا على فين؟ هنروح احنا كمان، مش طالبة معايا شغل خالص. بس بابا لو عرف هيطين عيشتنا، مفيش غيرنا في الشركة اصلا. يعرف بقى ولا ما يعرفش؟ هتيجي معايا ولا اروح لوحدي؟ هاجي. يلا يا سيدي. وطارق راح لمروة النادي. يعني ايه يا مروة مش هتيجي معايا؟ يعني مش هاجي طول ما الشحاتين دول في البيت. مروة احترمي نفسك، دول ولاد اختي، يعني ولادي. اوكي، يانا يا هما. انت بتقيضيني؟ اه. تمام، وانا مش هتخلى عن ولاد اختي. يعني هتتخلى عني؟ انا ما تخليتش عنك، انت اللي مش عايزة تيجي معايا القصر. ايوه، انا مش هقدر اتعايش مع الناس البيئة دي. مروة ما تنسيش انت منين. انت بتعايرني يا طارق اني كنت فقيرة؟ مش بعايرك، بس ما تنسيش اننا كلنا ولاد 9. اوكي، وانا مش هروح البيت يا طارق. سلام. لو مشيتي اعتبري نفسك متحرمة عليا اليوم الدين، وورقة طلاقك هتوصلك بكرة بالكتير. هتبيع مراتك علشان ولاد اختك يا طارق؟ لما مراتي ما تحترمش اختي وعيالها، يبقى بيع الدنيا بحالها. الزوجة بتتعوض، انما الاهل عمرهم ما يتعوضوا ابدا يا مروة. يبقى طلقني. انت طالق يا مروة، طالق بال3، وورقتك هتوصلك بكرة. ماشي يا طارق، وانا هوريك انت وولاد الشحاتين دول. وبالليل وفي قصر السلطان كان الكل في اوضته ما عدا مرام اللي حبت تقعد شوية في جنينة القصر وهي حزينة ومهمومة. وفجأة دخل عليها مروان اللي كان سكران وعلى آخره. انت قاعدة بتعملي ايه؟ انت سكران؟ سكران؟ لا سكران ايه، انا في وعي جدا قوي خالص. طب ابعد شوية لو سمحت. وهو حد يشوف القمر ويبعد؟ ده كلام برضو. مروان، انت مش في وعيك، ابعد عني. مروان؟ هو انا اسمي حلو كده؟ يا نهار قمر، تعالي بس ما اقولك. ابعد كده، ابعد عني. اهدي بس، انا مش هعملك حاجة. سيبني بقى والنبي. انت مالك خايفة مني كده ليه؟ ده انا مروان السلطان. عارفة يعني ايه مروان السلطان؟ يعني اي واحدة مكانك تتمنى قربي. وانا مش عايزة قربك، سيبني يا اخي بقى. على فكرة انت مراتي. طلقني، انا مش عايزة اكمل. ما بطلقش. انت عايز مني ايه؟ عايزك، ولا هو وحش ليا وحلو لغيري؟ انت عارف انه كان غصب عني، حرام عليك بقى. وفكرك انا صدقت الحوار بتاعك ده؟
تبقي هبلة. تصدق ولا عنك ما صدقت؟ انت بني ادم حقير ومفيش عندك رحمة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت بتشتميني يا بت انتي؟ ابعد بقى. ماشي، بس انا مش هطلقك بقى، ويكون في علمك جوازنا ده هيبقى فعلي. ده على جثتي، مش هسمح لك. لا، ما هو مش بمزاجك يا قطة. مرام عضت مروان في ايده وطلعت تجري على اوضتها. يا بنت العضاضة، والله لوريكي. وتاني يوم الصبح صحيت تالية ووقفت قدام مرايتها تتدلع براحتها، وبعد شوية نزلت الجنينة تتفرج على الورد والزرع، وفجأة سمعت صوت عربية، بصت لقيتها عربيته، وأول ما شافته جريت واتدارت ورا شجرة من الشجر. الله، هو ايه اللي جابه اللهبل ده؟ هو مش كان قال اشبعوا بالقصر وانا مش قاعد لكم فيه؟ أخدت تالية طوبة من الأرض وحدفته في ظهره وهو ماشي، واستخبت تاني بسرعة. ايه ده؟ بص سالم حواليه يدور وملقاش حد. يا ظهري، جت منين الطوبة دي؟ احسن احسن، ده انا هوريك ايام عنب على اللي عملته فيا يا ابن السلطان. صبرك عليا. ويا ترى بقى هتعملي ايه يا بنت خالتي؟ انت شفتني ازاي؟ اصلك هبلة. والله مش عارفة تستخبي في حتة مكشوفة عن كده شوية. استخبى ده ايه؟ وانا هستخبى منك ليه يعني؟ خايفة منك مثلا؟ وانا هخاف منك ليه؟ لا، ما هو انت لازم تتعاقبي على اللي انت عملتيه. هتعمل ايه؟ ابعد عني بقولك. مش قبل ما اسناني تعمل لك ساعة حلوة على ايديكي. اتمنى عقابي يفكرك انا مين. وانا اتمنى ان الطوبة اللي في ايدي دي تفكرك انا مين. يا بنت المجنونة، والله ما هسيب. اهدي بقى خلاص، اهدي. وفجأة سمعوا صوت زعيق جامد جاي من القصر. ايه ده؟ في ايه؟ مش عارف، تعالي نشوف. ولما دخلوا القصر لقوا طارق عمال يزعق في حازم. ادي اخر الدلع فيكوا يا شوية زبالة. في ايه؟ تعال شوف المحترم اخوك كان سكران بالليل هو واخوه، ورجعوا متدهولين، والباشا حاول يتهجم على بنت خالته الزبالة. انا ما عملتش حاجة، هي اللي قالت لي تعالى الأوضة عندي وانا سكران ومش حاسس بنفسي. كذاب، حرام عليك، والله العظيم ما حصل. هو اللي دخل الأوضة بتاعتي والله. اعمل حسابك انت واخوك، فرحكوا يوم الخميس على جوري ومرام. نعم، انا طلقتها، استحالة ارجع لها تاني. هترجع لها وهنعمل فرح ورجلك فوق رقبتك. انت مش قلت اللي عايز يطلق مراته يطلقها؟ ايوه، بس عملتك المهببة خلتني اغير رأيي. انا مش هعمل افراح، كفاية ان رضيت اكمل معاها في الجوازة دي. الفرح يوم الخميس، مفيش نقاش في الموضوع ده تاني. خلاص يا خالو، أنا مش هفرض نفسي عليه. جوري، مش عايز اسمع كلمة. مش هفرض نفسي عليه، انت كدابة، تلاقيك هتموتي واتجوزك تاني علشان تلهفي كل حاجة لوحدك، ثروتك وثروتي. انا عارف البنات اللي من عينتك. انت بني ادم زبالة وحقير، انا مش هتجوزك ولا عايزاك. لو سمحت يا خالو، انا مش عايزة اتجوزه ارجوك. انت اللي اخترت يا حازم، لا انت ولا اخواتك ليكوا مكان في البيت ده من دلوقتي. يعني ايه يا بابا، انت بتطردنا؟ ايوه بطردكوا، ويلا بره. وفعلا كانوا لسه هيخرجوا. كل واحد فيكوا يسيب الكريدت ومفاتيح العربية بتاعته، ومش عايز اشوف وش حد فيكوا في الشركة تاني. يعني ايه، هترمينا في الشارع؟ ايوه، عايز افكر كل واحد فيكوا اصله ايه. يعني ايه؟ يعني زي ما سمعتوا. اتفضلوا يا ولاد السلطان، وروني بقى هتبقوا رجالة وتعتمدوا على نفسكوا ازاي، ولا السلطان مخلف شوية نسوان؟ وايه علاقة ده بده؟ عقاب قلة ادبكوا والانعارة الكدابة بتاعتكوا. ماشي يا بابا، احنا هنمشي، بس يكون في علمك انت بتبني عداوة بينك وبيننا وبسببهم. بالسلامة يا حلو منك ليه. وخرج الشباب وهم متغاظين وعلى آخرهم، أما البنات كانوا مصدومين وجواهم فرحة في نفس الوقت. يحيى خالو، يحيى خالو. تالية، انا عملت ايه بس؟ بصراحة كده خالو عنده حق، اصلهم مغرورين قوي. ليه كده يا طارق؟ دول عيالك برضو، ما كانش ينفع تعاقبهم كده. اسكتي يا جميلة، انت ما تعرفيش حاجة.
دول لازم يتربوا. صدقني يا خالو انا ما عملتش حاجة والله. انا عارف يا حبيبتي وحقك عليا. ووقفوا في الشارع وهم ساكتين وجواهم بركان من الغضب، لو انفجر هيحرق الأخضر واليابس. هنروح فين احنا دلوقتي؟ ولا عربية ولا فلوس ولا اي نيلة، هنشحت على اخر الزمن. مين معاه فلوس؟ انا معايا 5000، وانا معايا 1000، وانا معايا 10000. هنروح نبات في اي اوتيل لحد ما نشوف هنعمل ايه. اترمينا في الشارع بسببهم الشحاتين. حد فيكو يعرف مكان قريب من هنا؟ للأسف هنمشي طريق طويل. أمرنا لله، بس برضو مش همشي اللي في دماغ بابا ومش هتجوزها. صحيح يا حازم، انت حاولت تتهجم عليها؟ لا طبعا، دي بنت كدابة. حازم، انت كنت هتتهجم عليها؟ كنت سكران ومش في وعي يا مروان. انا حاسس ان اللي احنا فيه ده عقاب من ربنا. واحنا عملنا ايه علشان نتعاقب؟ عملنا كتير، يمكن علشان كده ربنا بيعاقبنا. واحنا للدرجة دي وحشين؟ تقريبا كده. الفلوس غيرتنا، خلتنا نعمل اي حاجة من غير خوف ولا حساب، خلتنا ما نخافش ربنا ونعصيه. تفتكروا ممكن ربنا يسامحنا؟ ربنا غفور رحيم، بس احنا لازم نثبت لبابا اننا قد المسؤولية، واننا نقدر نعتمد على نفسنا من غير فلوسه ولا شركاته. واحنا هنعمل ايه يعني؟ هنروح نشتغل عند حد واحنا اللي كنا بنشغل الناس؟ وماله؟ نعم، لا طبعا، انا مش هشتغل عند حد، انا كده كده ليا مهنة. وفجأة جاله تليفون. ده سيادة اللواء. انا بخاف من الراجل ده، مش بيكلمني غير لو في مصيبة. طيب رد اخلص. الو، ازاي حضرتك يا سيادة اللواء؟ ازيك يا حازم؟ خير يا فندم. انت مفصول عن الخدمة. نعم، ليه يا فندم؟ انا عملت ايه؟ من غير ليه، مع السلامة. يا لهوي يا لهوي، انا انفصلت من شغلي. نعم، ليه؟ معرفش. كملت، بقينا لا شغل ولا مشغلة. انا مش هسكت، هما مش هيتمتعوا بكل حاجة لوحدهم واحنا مرميين في الشارع. هنعمل ايه يعني؟ نخطفهم ويعيشوا معانا، مش هنعيش في الفقر لوحدنا. نعم، تخطف مين؟ انت اتهبلت؟ وبعد ما تخطفهم، مش ابوك عايزنا نعتمد على نفسنا؟ واحنا عايزين نثبت ده. وايه علاقة ده باننا نخطفهم؟ يعيشوا معانا في الفقر زي ما هنشوف فقر وذل، هما كمان يشوفوه زينا. وهم هيوافقوا يعني؟ اسكت يا حازم، ما تقولش افكار تاني. امال هنهبب ايه؟ يلا بينا بس نشوف مكان نتنيل فيه الاول وبعدين نفكر. وبالليل وتحديدا في جنينة القصر كانوا البنات التلاتة قاعدين مع بعض. صعبوا عليا قوي. ما يصعبش عليك يا غالي يا اختي، خليهم يتربوا. انا بقى فرحانة في الواد سالم قوي. ده الواد سالم هو اللي هيفرح فيكي قوي دلوقتي حالا. لفت تالية هي واخواتها بفزع وبصوا وراهم، لقوا 3 شباب واقفين قدامهم وهم ملثمين ولابسين اسود في اسود. حرامي حرامي. اخرسي يا بت انتي، احنا مش حرامية. امال ايه؟ عفاريت؟ انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ مش خالو طردكم من البيت؟ يا بجحتكوا، قاعدين في القصر بتاعنا ومتمتعين وكمان بتتأمروا. هو الغرور ده اللي وصلكوا لكده. يلا يا بنات ندخل جوه. لا، تمشوا فين؟ انتوا هتيجوا معانا. نعم، هنروح معاكوا فين؟ مكان ما نروح هتيجوا معانا، ما احنا مش هنعيش في الفقر لوحدنا. وفجأة دخل عليهم طارق، وأول ما شافوه شالوا اللي على وشهم بسرعة. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ ووقفوا ال3 وهم متنحين وبيبصوا لطارق. ايه، ما سمعتش انت وهو؟ ايه اللي جابكوا؟ تكونوا فكرتوا في الموضوع كويس ورجعتوا لعقلكوا. يا بابا، احنا موافقين. نعم، هو ايه؟ اسكت انت. بابا، احنا فكرنا كويس ووافقنا، بس عندنا شرط. ويا ترى ايه هي شروط البهوات؟ احنا مش هنتجوز هنا. امال هتتجوزوا فين؟ في الشارع؟ لا يا بابا، كل واحد ياخد شقة في اسكندرية وبس. بمعنى، مش حضرتك قلت لنا عايز تشوف انت مخلف رجالة ولا نسوان؟ ايوه، احنا بقى عايزين نثبت لحضرتك اننا رجالة ويعتمد عليها كمان. كل اللي طالبينه منك هي الشقة واحنا علينا الباقي. طيب، حلو،
تمام جدا، يعني موافقين تتجوزوا بنات عمتكم؟ أيوة. تمام، وانا مش موافق. نعم. زي ما سمعتوا. احنا مش ميتين في دبادبهم يعني. اخرس خالص يلا. يعني حضرتك عايز ايه دلوقتي؟ عايز كل واحد فيكم يطلق مراته، علشان خطوبتهم يوم الخميس على ولاد عمكم ال3، رجالة زي الفل ويعتمد عليهم. وهتتجوز ازاي وهي حامل؟ ما يخصكش، مالك انت زعلان ليه؟ وانا مش هطلقها. وانا عايزة اتطلق. مفيش طلاق. وانا هتطلق. لا. هتطلقني ولا ارفع عليك قضية خلع؟ مش هطلقك. ليه؟ انت لا بتحبني ولا انا بحبك، ليه مصمم؟ مين قال اني مش بحبك؟ يعني ايه؟ يعني انا بحبك من زمان. والكل اتصدم من اللي قاله مروان. زي ما سمعتوا، بحبها من زمان. بتحبها ازاي؟ هو انت تعرفها اصلا يا مروان؟ اعرفها. وتعرفها منين بقى؟ من احلامك؟ انت عرفت منين؟ عرفت ايه يلا؟ ايوه اعرفها من الحلم، كنت دايما بحلم بيها من قبل ما اشوفها. والله ليه مكشوف عنك الحجاب؟ النصيب بقى اني اشوفك قبل ما نتجوز. ويا ترى بقى كانت شبه الحلم بالظبط بالظبط ولا مختلفة شوية؟ جدا جدا، حتى كانت نكدية كده. انا مش نكدية، احترم نفسك. لسانك ما يغلطش يا بت، انت عيب. خالو بقولك ايه، انا مش موافقة اكمل مع البني ادم ده، طلقني منه. طلقها يا اهبل. مش هطلقها. بقولك ايه، انت هتطلقني ودلوقتي، والله لو ما طلقتني بكرة الصبح هروح ارفع عليك قضية. طبعا، وهتلهفي لك كام الف على حس القضية، اصل انت هتجيبي فلوس منين؟ ربنا يسامحك. انا ما قلتش حاجة على فكرة. بره بره بقى يا ولاد الكلب. على فكرة بقى، ده بيتنا احنا مش هما. بره بقى يا شوية صيع، بره يا اللي متربتوش. ماشي، احنا هنطلع بره، بس اعتبر انك ملكش ولاد من النهاردة، من دلوقتي. لا انت ابونا ولا نعرفك، علشان تبقى تكرشنا كويس. وخرج مروان بغضب هو وحازم وسالم، وجوه كل واحد فيهم نار كبيرة. انا مش هسكت بقى ومش هخليهم يتهنوا. هنعمل ايه يعني؟ نفضحهم. نعم، نفضح مين؟ انت اتهبلت؟ مش بابا مش موافق نتجوزهم؟ احسن. لا مش احسن، احنا هنتجوزهم علشان نذلهم. اسكت بقى يا حازم، وسيبك من تفكير الروايات ده، الله يخليك. ده مش تفكير روايات، احنا ما ينفعش نستسلم ونسيب فلوسنا يلهفوها لوحدهم. عندي فكرة. اشجينا انت كمان. نخطف ولاد عمك يوم الخطوبة، وبعد كده مش هيقدروا يحضروا، وبكده ابوك هيبقى مش عارف يتصرف، ولازم يعمل اي حاجة علشان تداري على الموقف، فيضطر يلجأ لينا، واحنا بما انه ابونا وما نرضاش يبقى شكله وحش قدام الناس، هنوافق ونعمل العرسان، وبعد ما الخطوبة تخلص نعتذر لابوك ونتكرم ونعتذر لشوية الجرابيع دول، ونكون على نفس خطة مروان. كل واحد ياخد له شقة لوحده في اسكندرية ويشتغل ويعتمد على نفسه، ونعيشهم في الفقر معانا. بقول لكم ايه، محدش فيكم يتكلم. ايه الافكار المتخلفة بتاعت العيال دي؟ محدش ينطق، انا اللي هتصرف. ويلا نروح الاوتيل علشان نتخمد. وفي صباح يوم جديد كانت تاليا بتجري شوية في الجنينة، وفجأة لقت شخص واقف قدامها. انت مين؟ انا اللي لو وافقت تيجي معاه هتدوق الشهد. لو سمحت ابعد عني، انا مش هاجي مع حد. هتيجي بمزاجك ولا تحب اخدك غصب عنك؟ لا مش هاجي، ولو قربت مني هصوت والم عليك الدنيا. يبقى في الحالة دي اضطر اتعامل بالعافية. ليه للسلطان ما يتقلوش لا؟ انت اخو سالم؟ ابن عمه. انت تعرفيه؟ ايوه سالم ده جوزي. كمان؟ لا ده انت جيتيلي على الطبطاب. ربط ليل تاليا بالحبل وكتفها وهي كانت هتموت من الخوف. انت عايز مني ايه؟ اسكتي. والنبي سيبني، حرام عليك، انا ما عملتش حاجة والله. بس ذنب اللي عمله هيترد فيكي. أخد ليل تاليا بعد ما كتفها وركبها العربية ورماها في الكرسي اللي ورا، وساق العربية وراح بيها على مكان بعيد ومحدش يعرفه.
وفي قصر السلطان الكل كان قاعد على السفرة مستنيين طارق. الله، أمال فين أختك تالية؟ سألت عليها الأمن وقالوا لي إنها طلعت تجري شوية. ربنا يستر وما تتوهش، أختك ما تعرفش حاجة هنا. يا ماما دي تتوه بلد. بنت انتي ما تتكلميش على أختك كده، عيب. صباح الخير، آسف على التأخير يا جماعة. ولا يهمك يا خالو، احنا مرضناش ناكل غير لما تنزل. يلا اتفضلوا. صحيح يا طارق، هي مروة فين؟ طلقتها. يا لهوي، ليه؟ اوعى يكون بسببنا. كبري دماغك يا جميلة، اهي راحت لحالها. الله، هي فين تالية؟ طلعت تجري شوية برا. يا رب ما تقولش لحد انها مرات سالم. ليه يا طارق؟ انت كمان متبري مننا ولا ايه؟ لا طبعا يا جميلة، بس سالم ابني عامل مصيبة سودة قبل كده، وانا خايف حد يعرف وينتقم مننا في البنات. يا مصيبتي، عامل ايه؟ للأسف سالم اعتدى على بنت عمه قبل كده، ومن ساعتها وهم مقاطعينه وحالفين ياخدوا حقهم مننا. يا لهوي، بنتي، انا عايزة بنتي دلوقتي. حاضر يا جميلة، اهدي، هخلي حد يطلع يجيبها. بسرعة والنبي يا طارق. حاضر حاضر، اهدي انت بس. ولسه طارق هيخرج لقى سالم ومروان وحازم قدامه. انتوا ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ بابا تالية فين؟ وانت مالك؟ عايز منها ايه؟ بابا تالية فين؟ معرفش، خرجت تجري شوية. في ايه؟ يعني الكلام طلع صح؟ كلام ايه؟ ليل بعت رسالة لسالم وقال له مراتك معايا. ايه؟ وحياة امي ما هسيبه. شفت اخرة عمايلك يا حيوان. انا ما عملتش حاجة، هي اللي واحدة زبالة، وعلشان انا رفضت اتجوزها عملت الحوار ده. انت كذاب. انا مش كداب يا بابا، وسيبني بقى وهات مفاتيح العربية علشان الحقها قبل ما يعمل مصيبة. وطارق ادى المفاتيح لسالم بسرعة. وحياة امك لو البت حصل لها حاجة ما هيكفيني عمرك. وجري سالم بسرعة علشان يلحق تالية. يلا نلحقه. لا، هو اللي يتحمل عملته لوحده. بابا احنا مش في وقت عتاب دلوقتي. لا، وقته علشان تفوقوا لنفسكوا بقى والتصرفات الزبالة بتاعتكوا. طيب حاضر هنفوق والله، بس احنا ما ينفعش نسيب سالم يروح لوحده. وادالهم طارق مفاتيح عربياتهم علشان يلحقوا سالم. اتفضلوا. انا هاجي معاكم. جوري، علشان خاطري يا بنتي ما تقوليش حاجة لمامتك. ماشي، بس خليهم ياخدوني معاهم. تيجي معانا فين انت كمان؟ غوري بقى، ما هو كل اللي بيحصل ده من تحت راسكوا اصلا. خدها معاك. اتنيلي يلا بسرعة. وركبوا العربيات وحازم أخد جوري معاه ودخل طارق لجميلة. تالية فين يا طارق؟ خليت حد يروح يجيبها. اطمني يا جميلة. استر يا رب. هي فين جوري؟ انا كنت بعتها تسألك. انا اديتها فلوس، خليتها تروح تشتري لي حاجة من السوبر ماركت اللي جنبنا، ما تقلقيش. مرام، مالك يا حبيبتي؟ بطني بتوجعني قوي يا ماما. مرام، مالك؟ في ايه بنتي؟